كلمتين قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش النهارده. بعض الأداء اللي شفناه من لعيبة الزمالك الماتش اللي فات وقدام الداخلية، والأداء اللي شفناه من لعيبة الزمالك في ماتش الداخلية يعني حاجة في قمة الحزن وقمة الجرف وقمة كل حاجة وسخة. يعني أنت لو تبص للعيبة هتلاقيها مش موجودة في الملعب. فهنا السؤال هو انتوا ليه بتلعبوا كده؟ يعني انتوا مش بتاخدوا، حتى لو مش بتاخدوا مرتبات، مفيش دم انكم تفوزوا، مفيش دم جوه تقولوا هنلعب عشان نفوز بدل ما كل شويه بنتهزم من هزيمه. يا ريت ده انا لما بلعب في ماتش خماسي وبتهزم ماتش اما اتكسف اقول لهم في البيت انا اتهزمت ولا فزت من الكسوف، وماتش خماسي بنلعب ودي نسلي بنفسنا. انما انتوا ملايين بتتفرج عليكم وكل يوم والتاني هزيمه ومفيش دم عندكم. يعني بعيدا عن ان السيريو ده بتاع جلاطه، بس انت كلاعب العب بروح. يعني انا كمشجع لما اشوف ان اللعيبه بتلعب بروح انا مش هطلب منها حاجه تانية اكتر من كده. انما انا لما اشوفك انت كلاعب ماشي كده كانك مش موجود في الملعب او مش مبالي، ما حطيتش في اعتبارك الجماهير اللي بتشجع، ما حطيتش في اعتبارك حرقه الدم. انما انت كلاعب هقول لك ايه غير حسب الله ونعم الوكيل في عظمكم يا شيخ. فانت المفروض كلاعب بتلعب في الزمالك تنزل النهارده في الماتش بتاع طلائع الجيش المفروض تثبت نفسك، لا انا موجود، انا بلعب، انا هروح، انا هكسب، انا هفوز. انما انك تنزل تلعب على التعادل او الهزيمه ده ما ينفعش. انا اديني كمشجع اهلاوي يعني حاله يرثى لها، حاجه تحرق الدم وحاجه اخر حزن. فانا نفسي احس ان في لاعب راجل يعني في الزمالك، والله العظيم مش استقلال من الزمالك بس اللعيبه نفسها وصلت الجمهور لمرحله ان مفيش، هي اللعبه دي اخرها كده. طب في فنيات ولا فنيات، طب روح ولا روح، طب قتاليه ولا قتاليه، طب اما تعمل ايه مفيش. هو الموجود كده عند عجبكم مش عاجبكم واخد بعضه وامشي. يا عم امشي يا سيدي امشي، هو انت يعني خلاص وقفت عليك؟ لا يرحمونا مش كده. ده انت من ساعة سنة 2023 ديات والمصائب لا تأتي فرادى، خد شحط محط وخد فوق وتحت. يعني انت كلاعب في الزمالك المفروض تبقى عندها احساس، لا ده انا بلعب في الزمالك، ده انا بطل الدوري اخر موسمين، ده انا بطل الكاس الموسم اللي قبل الماضي، ده انا وانا. انما انت محيت الكلام ده كله، مسحته. التاريخ اللي انا عملته اخر موسمين لا ده انا هشطبه دلوقتي، همحي ابوه. مش كده يعني. ارحموا الجمهور، خلي عندكم مشاعر وخلي عندكم دم وحسوا بالناس اللي بتشجعكم. وكلمه بس للرجل اسمه سوري دي، روح حسب الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. انا مش عارف انت جاي تتقاطر مين عندنا، الله يتعبك. ومستني كمان عرض من المنتخب الكولومبي. انت ما تحلم بتعمل ايه عشان مستني عرض منتخب زي كولومبيا؟ مش بتعمل ايه؟ ده انت وجودك في الملعب خيال مجاتا، جابوا جنب بتتنطط، ما جابوش جوان هم تقعد قاعد المباراة كلها بتعمل حاجة؟ حاشا لله.